الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله أن يسعدكم سعادة لا شقاء بعدها. اللهم اشرح صدورهم واغفر ذنوبهم واغفر لآبائهم وأمهاتهم واختم بالسعادة آجالهم. يا رب اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقهم من غير ما يحتسبون. اللهم صب عليهم الخير صبا، وأعطهم من النعيم حتى يرضون، واختم بالسعادة آجالهم. اللهم آمين. نلتقي مع أفياء القرآن ومع قول الحق جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ابتداء أقول: أجمل صدقة أن يتصدق الإنسان منا على نفسه، وهل ذلك بأخذ ريال من جيبه اليمين ليضع في اليسار؟ لا، أجمل الصدقات أن تكف أذاك عن الخلق إن لم تستطع أن تنفعهم. ويحيى بن معاذ يقول في نصيحته وهو الإمام: إذا لم تستطع أن تفرح المؤمن فلا تحزنه، وإن لم تستطع أن تمدحه فلا تذمه، وإن لم تستطع أن تشرح صدره فلا تغمه. حبيبنا أتاه صحابي يسأله عن أفضل الأعمال، فدله الحبيب إلى أفضل الأعمال، وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكرمها ثمنا أو أكثرها. قال: وإن لم أفعل. وفي كل مرحلة يقول: إن لم أستطع الجهاد ولا بذل المال ولا العتق للرقاب. آخر أمر قال: تكف شرك عن الناس تكن صدقة عليك. إننا في زمن، معاشر الأحباب، البعض يعتقد أن الطاعة والعبادة هي القربى بالفعل. لا، في طاعة وقربى بالترك. كما أن الصلاة عبادة، فقد تصلي وأنت مرتكب لخطيئة. كيف؟ يوم أن يكون منك رائحة تطرد من حولك بأكل ثوم أو بصل، هنا طاعة، لكنها قربتك إلى ذنب ومعصية يوم أن آذيتهم. وسنذكر بعضا من أبواب الإيذاء. الحبيب سأله سائل: أي الإسلام أفضل؟ من مسلم أفضل مسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك عف اللسان، عف اليد، طاهر الجنان خير عباد الله على الإطلاق. ولذلك أفضلنا مخموم القلب. من مخموم القلب؟ هو الذي ليس في قلبه أذى للمؤمنين، هذا أفضل الناس، حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، هو أفضل من المتعلمين المتغطرسين، أو الذين يأذون الناس بألسنتهم أو يحملون الضغينة عليهم. ولذلك إيذاء المؤمنين له صور، وفي درسنا هذا سنتحدث عن جملة من الإيذاء، وبعضها كبيرة من كبائر الذنوب. يستحل بعض الناس إيذاء إخوانه وما علم أنه بذلك يبعد عن مولاه. لذا أبدأ بعد إذنكم معاشر الأحبة. وقبل أن أبدأ بالصور، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فصاح بأعلى صوته. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. لاحظ، قال: يا معشر من آمن بلسانه، صورة
لكن الناس يعيرهم، يشتمهم، يحسدهم، يغل عليهم، يقطعهم، يستبيحهم، يتحدث فيهم، يشوه سمعتهم، يعيرهم، يلعن، يشتم، يؤذي بسيارته، بأولاده، إلى غير ذلك. لا تؤذوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم، وفي رواية ولا تعيروهم. فجعل المؤذي للمؤمنين هذا إيمانه ادعاء وكذب، هو ناقص الإيمان، إيمان لا يتجاوز لسانه. ترى بعض الناس يدخل المسجد فيستعيد أهل المسجد منه، مع أنه أول من دخل، لا حول ولا قوة إلا، ويصلي وراء الإمام بعد. وما هذا الشر اللي يتحرك فوق الأرض هذا؟ ما هذا الذي إذا دخل مجالسنا انقطعت الابتسامة والأنفاس؟ أبو فلان جاء، ذكر والله، سبحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله. هذا شر الخلق، هذا لو حفظ القرآن والصحيحين معه من شرار الأرض، بل أبغض الرجال إلى الله. من هو يا رسول الله؟ في حديث أم المؤمنين عائشة قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يؤذي الناس بلسانه وبقلبه، ويتحدث في غيبتهم، بل ويبهتهم، ويزيد في الكلام على ما هم فيه، يكذب، يغتاب، يبهت. والبهتان هو الكذب وذكر الكذب في غيبة مؤمن، فيجمع بين الكذب والكذب والبهتان. لذلك نحن في زمن نحتاج إلى أن نصعد المنابر والمنصات الدعوية ونقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين. وبعض الناس يؤذيهم من حيث لا يعلم، والعبرة ليس فيه يا أنا وأنت، العبرة في المحيطين. لماذا الناس يقول: يا شيخ الناس ما يحبوني؟ المشكلة ما هي في الناس، الله فيك أنت، الله يجزاك خير. ماذا أفعل؟ لماذا يحبون غيرك؟ لماذا ينشرح صدورهم لاستقبال غيرك؟ لماذا الناس يهضمون غيرك وأنت لو يشربون عليك سطل أسيد ما بلعوك؟ أسيد ماء البطارية، بعض الناس لا يبلع به من حدته وشدته وكربته. المشكلة أحيانا في أنا، نفور الخلق عني بمشكلة. ولذلك من أفضل الناس؟ الهين اللين، أهل الجنة كل هين اللين. حبيبنا كان عليه الصلاة والسلام يأمره الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انفضاض الناس عن بعضنا هو سبب حقد في قلبه، حدة في لسانه، حدة ولدادة في طباعه، فظاظة عندما يخاصم يفجر، إذا خاصم فجر، وإذا غضب جعل عاليها سافلها. مسكين هذا. إذن إيذاء المؤمنين كبيرة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا زور، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهنا نقول: يحذر المؤمن أيها الأحباب من الإيذاء. لما؟ لأنه قد يحبط العمل. تصلي 20 سنة ويوم القيامة من المفلسين أمام جسر جهنم. أين ذهبت صلاة 20 و40 و60 عام؟ ذكرت امرأة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، فيها مشكلة واحدة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. لاحظ، ليس بيدها، هي بلسانها بس، لسانها مترين، وما شاء الله تقرقر وتلغي وترغي، فلانة ما هي طيبة، وفلانة ما شايفة نفسها، وفلانة زوجها فعل، وفلانة، وتخبب هذا على تلك، وتتحدث في أعراض الناس، والناس يتحاشون. طيب صلاة تنتهي من الركعتين وتبدأ تعطيك كبيرتين، ثم تعود للركعتين من جديد، تصلي الضحى وتصوم الاثنين والخميس، والأيام هذه أيام البيض صايمة أم فلان، وتقوم تالي الليل وسجادتها تحتها وعباءتها أو عباءة الصلاة على رأسها. ذكرت هذه المرأة عند رسول الله فقال: لا خير فيها، هي في النار. في النار. أين ذهبت الصلاة الطويلة؟ أين ذهب الصيام؟ أين ذهبت الصدقات؟
تؤذي. الإيذاء محرقة للحسنات، إيذاء المؤمنين محرقة. ولذلك المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه، لا يظلمه، ومن ظلمه إيذاؤه. وذكرت امرأة عند رسول الله قليلة الصلاة أي النافلة، قليلة الصيام أي النافلة، وتتصدق بأثوار الأقط، أكياس كبيرة من الأقط الذي هو اللبن المجفف اللي لا يعرف الأقط، ويسمون بعضهم أقط وبقل وإلى غير ذلك، وهو من طعام العرب قديما. هذا كان من أنفسها لأنه لبن مجفف ما يتقدم به إلا من كان غنيا. كانت سلم المسلمون من لسانها وتتصدق على قلة صلاة وصيام. قال هي في الجنة. الله أكبر. لما حفظت عبادتها القليلة من إساءتها للمؤمنين أدخلها الله الجنة. المفلس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صاحب صلاة وصيام وصدقة، لكن يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا المسكين هذا، وين صاحب؟ فينقض الغرماء. صدقون بعضنا له 30 سنة يصلي لغيره. الآن بنطلع بعد الصلاة وبعضنا يقول فلان ما في خير، خلاص راحت صلاة المغرب، الله يحسن عزاك، راحت للي ما في خير هذا، حتى ولو كنت صادقا أنه ليس فيه خير، لأن جريمة الغيبة جريمة الصادقين، تذكر ما فيه بس في حال الخفاء خلف ظهره، إذن هذه الغيبة. لو كان ما فيه الكلام اللي تقوله هذه بهتان أكبر أكبر. ولذلك معاشر الأحبة الحديث عن إيذاء المؤمنين واجب، لأن بعض الناس يعتقد أن فعل الطاعة ينجيه. لا، مع فعل الطاعة اترك المعصية. إن كنت تستطيع أن تحسن إلى المؤمنين فجميل، إن لم تستطع الإحسان للمؤمنين فلا أقل من أن تمسك عليك لسانك ويدك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم معاشر الأحبة، أبدأ بعد ذلك بعد إذنكم وقبل ذلك أنا لازلت كل ما أردت أن أذكر الصور أتتني فكرة. ابن عمر نظر إلى الكعبة هذه التي ليس بيننا وبينها إلا أمتار قليلة، اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما. هذه الكعبة التي إذا رأيتها بعينك ارتاح قلبك، وبعضنا شوقا تدمع عينه، ويطوف بها وكأنما الكون حوله يدور، وإذا طاف بها كأنما هو يحضن أمه، هي أمنا. هذه الكعبة نظر إليها من؟ ابن عمر، وقال ما أعظمك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، غير أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. أرأيت؟ ابن عمر فقيه من فقهاء الإسلام ينظر للكعبة ويقول ما أعظمها وما أعظم حرمة، لكن أخوي المسلم عند الله أعظم حرمة من الكعبة. والحبيب يقول لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. الله أكبر. انظر إلى حرمة الكعبة وانظر إلى حرمة المؤمن. المؤمن عند الله أعظم، دمه أعظم، عرضه أعظم. ولذلك جعل الله للوالغين في أعراض المسلمين والمؤمنين من غضب الله أن يتتبع الله عورة ذاك الذي تحدث عن المؤمنين بسوء فيفضحه في جوف بيته، يفضح في بيته حرمة للمؤمنين، حتى لا يستطيل مؤمن على مؤمن، وحتى لا يستطيل مسلم على مؤمن. ما نقدر نقول لأن الإيمان درجة عالية، لكن نقول مسلم على مؤمن. والحبيب يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. أبدأ أولا من صور الإيذاء للمؤمنين أذى القلب. أذى القلب منها سوء الظن بالمؤمنين، أن يسيء الظن بهم ويحملهم على المحامل التي لا أنت تبغى الناس يسيئون الظن. قال أنا والله ما فكرت في الشر قط،
طيب إذن احمل الناس على هذا المبدأ الذي تريد أن يحملك الناس عليه. بعضنا يسيء الظن في المؤمنين، فإذا أخطأ عليه وقال أعتذر منك ما كنت أقصد، قال كذاب والله أنك تقصد. ليه ما تحمل المؤمن على حمل جميل؟ إذا نسيك في أمر من الأمور لماذا تحمله على أسوأ المحامل؟ من إيذاء المؤمنين حملهم على ظن سوء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الثاني من الإيذاء للمؤمنين أن تحسدهم على نعمة من الله بها عليهم. الرزاق رب العالمين، يا أخي تريد ما رزقني الله، اسأل الرزاق أن يرزقك واترك إيذائي. فبعضنا لما حسد عانى بعينه، بعضنا لما حسد كذب وبهت، لما حسد اغتاب حتى تبرد جمرة الحسد. لماذا تتمنى زوال نعمة الله على مؤمن؟ هذا من الإيذاء. ومن الإيذاء القلبي أيضا الكبر على المؤمنين، أن تعتقد أن لنسبك أو لوظيفتك أو لمالك أو لجنسيتك أو لمنصبك أن لك حق على المؤمنين زائد. الناس يتساوون في الحقوق، والدليل على ذلك أننا نصلي في صف واحد، بجوارك فقير وبجوارك غني وبجوارك مديون وبجوارك مريض وعامل وكفيل ومكفول، وكلنا أمام الله سواسية. من ترفع على مؤمن فإنه آذاه. الترفع الذي أصله مرض في القلب، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصورة الثانية من الإيذاء، واسمحوا لي أن أستعجل لأن الصور كثيرة ولو جلسنا دروسا متوالية ما انتهت. الإيذاء للمسلمين في بيوت الله. وهل شخص قادم إلى الله في بيت من بيوته يريد الطاعة ويريد الصلاة ويريد تلاوة القرآن ويأثم وهو قادم للطاعة؟ إي والله تصدقون بعض المسلمين برا المسجد ما أثم، لما دخل المسجد ارتكب كبيرة. وأعطيك صور من كبائر الإيذاء في المساجد. أولا غيبة المسلمين في المساجد. البعض منا شغله الشاغل الإمام تأخر، الإمام بكر، الإمام يطول، الإمام سجدة الطويلة، الإمام البارح ما جاء، الإمام الله يجزاك خير، هنيئا لهذا الإمام، كل صلوات من خلفه ممن اغتابه له. يعني إمام مضيع عمله وما أخذ صلواتكم، والله أنها غبن يا شيخ. لأن المؤمن لا يجوز أن يذكر في ظهره قط حتى وأنت صادق. نعم، لأن الطريقة له النصيحة ليس الغيبة. آتيه فأقول اتق الله. الإمامة ليست من مصادر كسب الرزق، الإمامة منصب شرعي، اتق الله فلا تقصر فيه. لكن اللي تتلفت جالس على الكرسي ولا على الأرض، الله يصبرنا على هنطوع، الله يصبرك على نفسك يا حبيبنا، مهوب على المطوع، الله يصبرك على نفسك، فطاعاتك قد رحلت. وكل ما جلس بعض الناس يرتكب كبيرة من أخبث الكبائر وهي الغيبة وهو ينتظر الصلاة أو يتكلم في المؤذن يا أخي مؤذننا يذن ويروح، مؤذننا تأخر عن الأذان دقيقتين، مؤذننا صوته قبيح، مؤذننا يوكل غيره ونبدأ نحش فيه، الله يجزاهم خير. كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من الإيذاء في المساجد. من الإيذاء في المساجد حجز المكان. بعض الناس مكانه هذا محجوز له، إن سبق إليه فله، لا محجوز غاب ولا حضر. لماذا؟ هذا بيت الله، من الذي يملك فيه المكان؟ أنت إذا كان المكان هذا ما تقبل أحد يصلي فيه، أنت كأنك تقول هذا المسجد ليس لله، مسجدي بيتي أنا، هذا بيت الله، البقعة أملكها، البقعة لا تملكها لمن سبق، من سبق فهي له. والبعض فعلا يهابه أهل المسجد، وللأسف يخافونه. إذا جاب فلان انقطعت الأنفاس، المسجد حار، قال اذكر الله، لو تشغل مكيف قامت الحرب، اذكر الله، خلنا بس نصلي وننتهي.
ليه؟ قالوا انتبه شوف ذاك اللي جالس على اليسار هذا أو اللي على اليمين، والله لو تروح للمكيف اللي قدام هذا أن يجيك أرض جو يقصفك قصف، أعوذ بالله من الشيء. هذا لو صلى في بيته أحسن له من أن يصلي عند الله في بيت الله. هذا مؤذي مؤذي، فالناس يهابونه، وشر الناس من خافه الناس اتقاء شره ولسانه. هذا شر الناس على الإطلاق. البعض منهم يؤذي. الصورة الرابعة في الإيذاء في المساجد، يرفع صوته في التلاوة، وحتى اللي حوله 5 منا ما يمكن نقرأ معه قرآن. أبو فلان إذا قرأ الله يجزاه خير، دعوا القيادة لنا واستمتعوا بالرحلة، اسمعوا لي بس. أما أن نستمع، يا أخي نحن نريد نقرأ كما تريد، هذا بيت الله وكل منا متعبد بتلاوته، لا ترفع صوتك. قال أنا والله ما أرتاح إلا رافع صوتي. ترضى ولا رح لآخر الصف؟ يا أخي بيت الله ليس بيتك، كل واحد يقرأ ويسمع نفسه فقط. والبعض الصورة الخامسة، إذا صلى رفع صوته، الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك وتعالى ولا. يا ابن الحلال الله يرحم والديك، لماذا ترفع صوتك في القراءة؟ سبحان ربي الأعلى جنبك يا أخي، أنا أريد أن أسبح الأعلى، أريد أن أدعو، واغفر لي ولوالدي، والديك بالحالك وإن بعد. يا أخي قصر صوتك حتى أدعو كما تدعو. وبعض الناس مبتلى برفع الصوت، ورفع الصوت في الصلاة يخدش التوحيد الإخلاص، يعني لأنك كأنك لا تريد تسمع الله، تبغى تسمع المصلين. اتق الله. من الإيذاء أن ترفع صوتك في التلاوة، ولا الضالين من قل هو الله الله الصمد. يا أخي اخفت بصوتك، حرك شفتيك وأسمع نفسك، لكن لا تسمع من حولك، لأن الجهر بالتلاوة ورفع الصوت وأنت مأموم إيذاء للمؤمنين. ورفع الصوت بالتلاوة في انتظار الصلاة إيذاء للمؤمنين. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فكان الصحابة يرفعون الصوت في رمضان، هذا يرفع بتلاوة وهذا أرفع منه، فرفع الستار بأبيه هو وأمي عليه الصلاة والسلام وقال: كل منكم مناج ربه، أي فلا يفسد أحد منكم تلاوة صاحبه، كل واحد يناجي ربه، فلا ترفع صوتك إلا لو كنت مع شخص واحد معك فقال أنا لا أقرأ قراءة حسنة، ارفع صوتك حتى أستمع فأؤجر بسماعي وأنت تؤجر بتلاوتك، لا حرج. أما أن يرفع الصوت هكذا دون أن يكون كل يريد التلاوة، والبعض يصلي فهو برفع الصوت يشوش عليهم. أيضا منها الحديث في أمور الدنيا في المساجد. ننتهي من الصلاة يجلس 2 يتكلمون عن مخطط من مخططات مكة. يا ابن الحلال اتق الله، هذا بيت الله، بعتوها شريتوها، كم يسوى المتر، وين بتروح، استأجرت بعت شريت، لا. وهذا لا يسوغ في بيوت الله أن تتحدث عن أمور الدنيا، ولا يسوغ أن ترفع الصوت بالحديث. بعضنا يقضي ركعة وبجواره 2 يسولفون، يا أخي أريد أن أكمل صلاتي، هذا بيت الله. إيذاء للمؤمنين. ومن الإيذاء للمؤمنين أيضا جوالاتنا ونغماتها، وبعضنا ينسى فإذا ضرب جواله أسكته، لكن بعضنا جواله مغير النغمة، نغمة ماجنة، نغمة فيها موسيقى، وتؤذي المؤمنين وتقطع خشوع المصلين وتقطع مناجاة المناجين. وهذه وربي من قلة الحياء من الله أن يكون بعضنا نغمة جواله عادية تنبيه، حتى لو ضربت لا تؤذي، لكن بعضنا لا، معزوفة مقطوعة موسيقية. وهذا المجون في بيوت الله محرم، وهو من إيذاء المؤمنين. البعض منا يناجي الله فإذا سمعها تألم وانقطع خشوعه وانقطعت مناجاته، هذا لو يقول حسبي الله عليك أثمت، وأنت آثم بإيذاء المؤمنين. أيضا من الإيذاء للمؤمنين إحضار الصغار غير المميزين، يحضر أطفاله، يقول بدل ما تلعبون في البيت تعالوا العبوا في بيت الله، سأل الله العافية والسلامة. ويأتي بأطفال مميزين أو غير مميزين لكن غير مؤدبين، وهم بجواره لا،
هم يلعبون في المسجد ويزعجون المصلين ويقطعون خشوع التالين. هذه لا تجوز، وهذا من الإيذاء المحرم اصطحاب هؤلاء الصغار. والبعض جايب طفل ست سنوات وتارك الابن اللي عمره 20 سنة. جيب أبو 20 الله يجزاك خير، هذا الأولى أن يأتي إلى المسجد، لا تأتي بالسادسة ولا تأتين به قبل التمييز. التمييز السن 7. مروا أبناءكم للصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن من إيذاء المصلين أيضا العبث بالتكييف. وبعضهم يريد المسجد فريزر كما يسمى، ثلاجة، فيمرض المصلين بسببه. والبعض يريدها ما شاء الله ساخن المسجد. ما العبرة بمن؟ العبرة بعموم الناس. لو أن فلانا يؤذيه المكيف والمصلين يرتاحون له لأثم أبو فلان الذي أطفأ المكيف عن المسلمين. وتكون متوازن لأوساط الناس، البعض يتحكم بها، وهذا ما لا يجوز له ولا يسوغ. ولا يجوز أيضا الخلاف والنزاع في بيوت الله. من الإيذاء في بيوت الله وقوف السيارات حول المسجد. تلاحظون إذا طلعنا من صلاة الجمعة نلقى سيارات في وسط الطريق. هو لما أوقفها ما كانت في منتصف الطريق، هي كانت السيارات تموج، لكن أبو فلان جاء أخير وجت حالة من الإيمان ما شاء الله والعمل الصالح، يبغى يصلي ويقرأ وساد على المسلمين برا، مؤذي مرتكب معصية. يا أخي لا، إذا أردت بكر وأقف موقفا حسنا، فإن بعضنا يؤذي الناس بسيارته وهو والله من الإيذاء المحرم. وبعضنا عند بيوت ويقف على أفواه بيوت ويسكر على عوائل، ويجعل الواحد منتظر يبغى يذهب إلى بيته أو إلى مستشفى أو نحوه، ينتظرك ربع ساعة. لماذا؟ والبعض حتى يلتفت عليك بنصف عين ويشغل ويمشي. مؤذي وجاي تصلي، هذا لو دعا عليك لربما أخذ أجر صلاتك، فاتق الله ولا تؤذي المؤمنين. ومن الإيذاء تخطي الرقاب في الجمعة أو في غيرها. يجي متأخر ويحط عينه ما شاء الله صقر في الصف 20، يشوف محل في الصف الأول، ثم يضع قدمه أمام آذان الناس ورؤوسهم ويتخطى الرقاب حتى يصل، ثم ما في مكان، المكان ما يسع، فيجثم جثوم هادم اللذات بين اثنين، ويفرق بين اثنين ويقول تفسحوا في المجالس. هذه مهي مراصة، هذه مراصعة، الله يجزاك خير، هذه مراصعة محرمة. المكان لا يسع، الله يرحم والديك. يقول يا شيخ لا تتربع. طيب رجل عنده إصابة في ركبته أو غيره، جالس مبكر يبغى يجلس جلسة مرتاحة. المراصة وسد الخلل هذا يكون في الصلاة إذا أقيمت، قبلها خلى الناس المبكرين يرتاحون في الجلسة. لماذا تجثم عليهم جثوما؟ حبيبنا على المنبر رأى رجلا يتخطى الرقاب فقام وقطع الخطبة وقال اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. نعم فقد آذيت. وبعضنا يؤذي ويتخطى الرقاب، وتجدها كثيرا من بعض المتأخرين ما تطيب نفسه يصلي في الصفوف الخلفية. طيب بكر، الله يرحم والديك، بكر. ومن الإيذاء إقامة الصغير من مكان سبق إليه قبل الكبير. بعض الصغير عمره 10 سنوات يصلي بجوار في الصف الأول، يجي الكبير يقول ارجع وراء. هذا إيذاء، وهذا معصية، وهذا خطأ. إذا سبق المميز العاقل من الصغار إلى مكان فهو له. كبير سن قال الواحد الأطفال ما يجلسون هنا، قال والكبار ما يتأخرون بعد. هو صادق والله شيخ، كما أن الصغار ما يجلسون هنا كانك تقول بعد الكبار ما يتأخرون ويأخذون أماكن الصغار. فمن سبق إلى مباح فهو له، هو سبق إلى المكان، لا تخرجه لا تقيمه. بعض أهل العلم ذكروا موضعا واحد يقام منه الصغير، وهو أن يكون خلف الإمام مباشرة، لأن الإمام لو أنه أراد أن يستخلف، انتقض وضوءه أو أصابته علة، أراد أن يستخلف سيستخلف من خلفه،
فلو كان صغير ما أكمل، وقد لا يكمل، ولو أكمل صحت الصلاة على الصحيح، فإن البلوغ ليس شرطا عند بعض أهل العلم في الإمامة، ولذلك فقط ما يكون خلفه. ومن صور الإيذاء يطفي الزقارة على الباب ويدخل يصلي عند معنا. يا مؤذي، هذا النتن الذي أتيت به آذيت به ملائكة الرحمن وعباد الله الذين صلوا. وبعضهم يأكل الكراث والثوم والبصل، وهذا لا يجوز وحرام عليه أن يصلي جماعة. والبعض يؤذي ليس بالكراث ولا بالثوم ولا بالبصل، إنما بأنه يصدر منه وينبعث روائح كريهة من بعده بعهده بالغسل، أو أنه له إبط ما أزاله، أو أن له عرق فاح منه وتغير. حبيبنا لما كان الصحابة يبكرون لصلاة الجمعة من بعد الفجر يجلسون إلى الجمعة، خرجت روائح القوم، فصعد الحبيب فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أوجبه، المراد به أنه يغتسل قبل أن يجلس بين يدي الله. ومن صور الإيذاء للمؤمنين أن يأتي بثوب غير جميل وله رائحة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والعجيب أن بعض الناس الثوب الجميل يلبسه في الحفلات وفي الاجتماعات، أما بين يدي رب الأرض والسماوات فأي ثوب يمشي. حتى الأم أحيانا تقول لابنها لو لبس الثوب الحسن: هذا ثوب المدرسة لا تصلي به، ابحث لك عن ترنج رياضي وصل به. وهذا أيضا من التربية على عدم احترام الصلاة. أنتقل إلى الصورة الثالثة من صور إيذاء المؤمنين، ألا وهي إيذاء الجيران. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إن بعض الجيران مسكين كل طاعاته رحلت إلى جاره. الإيذاء حتى برائحة لا تسوغ لا يجوز، حتى برائحة الطعام. إذا كان الجار فقير لا تؤذيه برائحة طعامك. والحبيب يقول: يا أبا ذر، إذا صنعتم مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وبعض الجيران سيارته يوقفها أمام باب جاره، بعض الجيران حاوية النفايات يجذبها لكي يجعلها بين يدي باب جاره، بعض الجيران أبناؤه شر يتقلبون ويتدحرجون على الأرض، ما خرج أبناء جاره إلا وضربوا. وحتى حبست بعض الأسر من صغارها بسبب شرار أبناء الجيران. وترى بعضنا يا الكبار ما عندنا شر، لكن بعض أبنائنا لربما شر، فأنت مطالب أن تكف أذى أبنائك عن أبناء جيرانك. بعض الأبناء بعض الجيران صوت صاخب يصدر من بيته، خاصة في أواخر الأسابيع، موسيقى وصراخ. وبعضهم لا يأمن عورته أن تخرج إن كان البيت له فناء خارجي، ما خرج إلا والنوافذ فيها القطط، نسأل الله العافية. أبناء الجار يرقبون عورة جاره، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وإيذاء. ونفى الحبيب نفى كمال الإيمان عنه. صحابي اشتكى إلى رسول الله، تأملوا هذا الحديث، تأملوه معاشر الأحبة. اشتكى جارا له وأتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: جاري يؤذيني، استمر أذى جاري. فقام الحبيب فقال له: خذ متاعك واطرحه في الشارع، اطرحه في الطريق. فأخرج الجار المسكين هذا المعذب من جاره، أخرج متاعه أثاث بيته فطرحه في الطريق. فمر الناس عليه سألوه: لماذا أخرجت المتاع؟ قال: من أذى جاري. فبدأ الناس يلعنونه. قام هذا الجار المؤذي فذهب إلى رسول الله. ترى بعض الناس شر ولا ويشتكي بعد،
هو شر وشكاي ما يسلمون الناس منه. فلما أن قال أتى للرسول قال يا رسول الله أرأيت في الناس يلعنونني لأن جاري يدعي الإيذاء والرسول يعلم أنه آذاه. قال قد لعنك الله قبل الناس، لعنك الله قبل الناس. فمن أسباب لعنة الله للعبد إيذاء جاره، إيذاء جاره. وبعضنا اللي يؤذي ليس أبناؤه ولا هو زوجته، لسانها ما شاء الله على جارتها، وبعضهن تخبب الزوجة. سافرت السنة هذه، قالت لا والله ما نسافر، قالت لأنك متزوجة بخيل قعيطي، نسأل الله العافية، جموع منوع. أنت لو تعرفين الرجال هؤلاء يحتاجون إلى هندسة، ثم تبدأ تعطيها هندسة الشيطان الرجيم وتؤزها وتفسد ما بينها وتخبب الزوجة على زوجها، وهذا من الإيذاء المحرم. وصور الإيذاء من الجيران كثيرة، ومن أكثرها من هو الجار قبل ذلك؟ قالوا الجار هو الذي يجمعك معه مسجد واحد، اللي يصلي معه في مسجد واحد لو بابه بيته على كيلو جارك، هذا جارك. وبعض أهل العلم قال 7، وبعض أهل العلم قال 40 بابا. وعائشة رضي الله عنها عندما أتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي جارين وتريد أن تهدي، ما عند إلا هدية واحدة، أيهما أعطيها، هذا اللي على اليمين أو اللي على اليسار؟ قال أقربهم إليك بابا، أقربهم حتى لو مترين، أقرب باب هذا جار. وبعضنا ساكن في عمائر الباب ملتصق بالباب، وبعضنا في المنور فضائح بيته طالعة صراخ وعويل، وابو فلان بينام وهذه تضرب ابنها، وهذا يكسر، وهذا يلعن، وهذا يشتم، وهذا إذا وضع الحذاء سرق، وإن خرجت ألعاب جاره سرقت، وكورتنا ما يمكن ترجع لنا، نسأل الله العافية. وهؤلاء حتى بعضهم باع بيته ببخس، والله ليس زهدا في البيت ولكن كرها في جيرة أبو فلان. نعم، بعض الناس باعوا أملاكهم هروب. هذا المسكين المؤذي أيعتقد أنه سالم شرعا؟ لا والله، إنه مرتكب لكبيرة الإيذاء للجار. والحبيب يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جار، وهذه الوصية حتى كاد جبريل أن يقول يرث الجار من جاره. لذا معاشر الأحبة، إذا من صور الإيذاء الجيران. الصورة الخامسة من الإيذاء إيذاء المؤمنين في طرقاتهم. قال الحبيب إياكم والجلوس في الطرقات، فلما قالوا إنها مجالسنا ليس لنا منها بد، قال إذن أعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق؟ ابتدأ كف الأذى، كف الأذى عن المؤمنين. والبعض منا يؤذي. من صور الإيذاء بعضنا الله يحفظه يضع المطبات اللي عند بابه، تقول بعير جالس في الأرض لازم تصعد هذا الجمل، حط له جبل وهضبه، كسرت سيارات المؤمنين، قال حتى لا يسرعون. طيب يا أخي لا حرج، ضع لك شيء يهدون، مو بتضع لك الله يحفظك جملا باركا في الأرض. وكل من مر حك، وكل المساعدات تكسرت والكفرات تفقعت، حسبي الله عليك. هذه كل من مر عليها حسبي الله عليه. أسأل الله أن يؤذي من آذانا، نسأل الله العافية. والله أن المطبة اللي عند بابك هذه أنها تحصد حسناتك حصدا. احذر من إيذاء المؤمنين. من إيذاء المؤمنين في الطرقات التخلي، قضاء الحاجة. فقال الحبيب اتقوا اللاعنين، وما اللاعنان؟ قال التخلي في طرقات المؤمنين. منها العبث بالحدائق، بعضهم إذا ذهب للحديقة وقام كأن في حرب نووية جت مكان هذا المكان اللي كان فيه، زبائل
ونفايات وبقايا الطعام وكل الأذى للمؤمنين. هذا أذى، أزل الأذى. الحبيب أخبرنا أن من أسباب دخول الجنة رفع الأذى عن طرقات المؤمنين، رفع الأذى. ولهذا قال الحبيب: إني رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن شوك أزاله من طرقات المسلمين. يلا من فضلك. والله والحبيب قال في شعب الإيمان: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وعندما أتى صحابي يسأل الحبيب قال: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى من طرقات المسلمين. الله أكبر. وبعضنا يسحب السطل الحاويات النفايات ويحطها في وسط الطريق، وبعضنا يرمي الزبالة في طريق المؤمنين، وبعضنا من أيضا السرعة المفرطة في الطرقات، هذا من الإيذاء. بعض الناس قيادته للسيارة ساكنة فيسرع إنسان فيجعله يخاف. إخافة المؤمنين في الطرقات بالسرعة، التفحيط اللي يجعله بعض أبنائنا هواية يفحطون، هذا كبيرة من كبائر المؤمنين، من كبائر الذنوب ومن إيذاء المؤمنين. ولذلك بعضنا يؤذي الناس أيضا في طرقاتهم بالإزعاج، بينزل واحد من فوق يضرب بوري له نص ساعة فيوقظ كل مريض ويمرض كل عليل وهذا من الإيذاء، سواء كان مسموعا كان مشاهدا. إذن ما نجده في طرقات المؤمنين كل ذلك من الإيذاء. والحبيب قال: أعط الطريق حقه. أيضا من إيذاء المؤمنين، وهذا مهم معاشر الأحباب، وأعود إليه لأن أخشى وهو تلويث سمعة المؤمن. والحبيب عليه والله جل وعلا يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الواتس، التحديد والإرسال، الحديث ونقل المعلومات الخاطئة، يقولون هذه إذاعة الشيطان الرجيم. أظن من متأكد، والله الناس يقولونه وقلته: يا إمعة أتنقل عن مؤمن شيئا قيل وأنت غير متأكد عنه؟ والله إنها لكبيرة، خاصة بعض الناس تسودت سمعتهم وسببها واحد مجرم قال يقولون أظن هقوتي ويبدأ يجيب الكلمات التي تحتمل، وبعضهم يقول أبرأ إلى الله ويعطيك واحدة، هذه كبيرة. تبرأ إلى الله، اسكت، تبرأ إلى الله لا تنقلها عن المؤمنين. ولذلك احذر من إيذاء المؤمنين بالجوال وبوسائل الاتصال، نشر مقالة السوء عنهم ونشر الأخبار الكاذبة عنهم، هذا لربما بهتان. ولذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال الصحابي: يا رسول الله عن الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما أقول. قال: فقد بهته. بهتان، الإنسان غافل، ما هو متوقع إذا الناس يتكلمون عنه: أنت فعلت، أنت قلت، أنت قلتي، قالت فلانة عنك. وإن كانت فلانة أجرمت وفلان أجرم، فلماذا أن تنقل الجريمة هذه؟ أمتها، أمت الباطل، وقف كل مسلسل لنحر سمعة مؤمن. ومن منا أحبابي لا يريد أن يذب عنه؟ ذب عن أعراض المؤمنين. أنت لو يقال لك أن فلانا في مجلس كذا وكذا تحدث رجل عنك بسوء، فلما تحدث عنك بسوء انبرى له فلان فأسكته وذب عن عرضك وذكرك بخير، تحبه، هذا دافع عنك. طيب، من ذب عن عرض أخيه بالغيب كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. أيضا
من الإيذاء، صور الإيذاء، الإيذاء للأرحام. والإيذاء للأرحام من إيذائنا للأرحام علمنا بحاجتهم لنا وتركهم لنوائب الدهر تعبث بهم. من الإيذاء للأرحام أن تجعل يحتاج إلى غيرك وأنت قادر على نجاته وعلى إنقاذه. وبعضنا يا أحبابي مع أرحامه جاف بخيل، أخلاقه عفنة، ومع الأبعدين أخلاقه جميلة ولذيذة وطيبة. وهذا من العمى في التفكير. أرحامي سأسأل يوم القيامة عنهم ابتداء، لربما لن أسأل عن البعيد من الناس، لكن أرحامي. ولذلك قال العلماء أن الرحم يجب عليك النفقة له إذا احتاج، ويجب عليك الصبر عليه إذا أخطأ في حقك. إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. ارحموهم، اتروا، نسميها بالعامية أو نخلها بدون عامية، ادفعوا عنهم الخطأ واقبلوا أخطاءهم. اجعل الخطأ والخطأ 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 ولا زال له مكان في قلبك. ليس الواصل بالمكافئ. بعضنا قطع رحمه بسبب خطأين 3. كم تتحمل من رحمك من خطأ؟ أنا أقول لك 2000 3000 خطأ. افتح الباب وتحمل الأذى، فإن ذلك من حقوقهم. ومن الأذى أن يصل الأذى منك. نسمع هذه الأيام بعض الناس يقول أرحامي حسدوني، أرحامي سحروني. يقول لي قائل يا شيخ أنا أختي سحرت بناتي. أختك عمة البنات؟ قال نعم. قلت وما دليلك؟ قال نطق الشيطان والجان الذي تلبس في أحد بناتي فقال أقسم بالله أن أختك التي سحرتهم. قلت سربوت داشر من الجن تتصدقه؟ أن ما نقبل شهادة الدشير من البشر واشترابيت. يا أخي وصدقت من الجان على قطيعة رحمك، جان فاسق دخل بدن بنتك ويتكلم على لسانها إن كان هو الذي نطق، ثم تصدقه وتؤذي أختك وتقطع رحمك. يا مؤذي اتق الله فإنها شهادة غير مقبولة. وبعدين أنت لماذا قطعت رحمك؟ قال لأني خطبت ابنة أخي لابني فردني. وبعدين قال قطعته. طيب لأن يمكن ابنك ما يسوى التالية من الغنم، يعني ما في خير، أنت نعم، بس ابنك فاسق. يا أخي أو لا أريده لابنتي، أو لأني أرى رجولة ناقصة أو كمالات مكارمه ناقصة أو بخيل أو غيره، ما أقبله. لكن أنا وأنت إخوان قبل ما يجي الولد هذا وقبل ما تولد البنت هذه، فلماذا تقطعه؟ قطيعتك لرحمك إيذاء يسبب لعنة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. وكم من بنت تبكي تريد صلة أخوها وأخوها أقسى من الحجر. إن من الألم اللي يعصف بالقلوب أن تقطع رحما بأسباب واهية شيطانية، مع أن كل الأسباب لا تقبل شرعا. ومن الأذى الصورة السابعة الأذى للوالدين، وهذه تحتاج محاضرة كاملة، لكن أقول لك الآباء والأمهات قد يؤذون، وبعض الأبناء لا يعلمون. إن في عينك لوالديك رحمة إذا فقدت آذيتهم، في يدك لوالديك رحمة إذا توقفت آذيتهم، في جلستك بين يديهم رحمة إذا فقدت فقد آذيتهم. إن في صحبتك لوالديك رحمة فإذا ابتعدت عنهم آذيتهم. إن في لسانك عذوبة ورحمة إذا جف آذيتهم، فاتق الله فيهم.
ولذلك للوالدين من فنون الإكرام واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وبعد الخفض وقل ربي ارحمهما كما ربياني. تذكر صغيرا أنا طفل بين أيديكم. إذا فقدت الطفولة بين يدي والديك فقدت الرحمة وبدأت في الإيذاء. واعلم أن الوالدين يعرفون من أبنائهم الصادق في البر. أمي وأمك عارفين الكذاب حاشاكم في البر من الصادق. اللي جاي يمثل، بعضنا إذا بغى شيء من الوالد زاره أسبوع الله يجزاه خير، قال ما شاء الله كل يوم يا فلان تأتيني، قال الله يرزقني برك. يوم خلص قال عندك سلف 50، الله يجزاك خير، هاتف عملة، ضع ريال يشتغل، توقف لا يتوقف. هذا يعرفونه. وبعضنا يأتي إلى والديه يؤذيهم. بماذا؟ بلومهم، يلومهم، ما أحسنتم تربية أخوي فلان، يلومهم على إنفاق والده للمال أحيانا، يلومه على أخطاء في التربية قديما. من أنت حتى تلوم باب الجنة؟ من أنت ومن أنا؟ وهما المدارس والمعاهد. إيذاء الوالدين حتى بذكر الأخبار السيئة. أبوه عمره 90 وكل ما جاء قال فلان جت جلطة وفلان صلينا عليه. وكم عمرك يا أبوي؟ قال 80. قالوا هو اللي مات كم؟ قال 80. قال سبحان الله، يعني كان يقول يعني الموت أنت في الدور، أنت في السرة راكب، جايك يؤذيه. وبعضهم يرفع الصوت بالإيذاء. البعض يتمنى الوالدين الحضور. إذا انتظر الوفاء من أبنائك. إذا كنت تؤذي الوالدين فالقصاص قادم. وكل صورة من الإيذاء تقدمت بها سيرد الأبناء الصاع صاعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من صور الإيذاء إيذاء الوالدين، وهذه صورة نسأل الله العافية والسلامة قد يقع فيها البعض وهو يعلم أو لا يعلم. من صور الإيذاء إيذاء الخادم ومن يعمل عندك. الخادمة وبعض النساء، اسمعوها مني، بعض النساء مع خادمتها درجتها درجة الإجرام، تؤذيها، تكدر عليها، تظلمها، تشك في تصرفها وتعتقد أنها بما أنها تدفع المرتب لها في آخر الشهر أن هذا يبيح لها أن تكدر عيشها وأن تجعلها تعمل 26 ساعة في اليوم، مع أن اليوم 24 ساعة، لكن تريد أن تقتص لا منها لأنها أخذت. ويحكي الحبيب أمرنا أن نطعم الخادم مما نطعم وأن نكسوه مما نكسوه بأنفسنا، بل وأن نعينه ونعمل معه. بعضنا يظلم بإيذاء الخادم أو الخادمة بتأخير مرتبه، بأكل حقوقه، بالتسويف والمماطلة في تسديد ماله. هذه كبائر، هذه معاصي. ولذلك واحد يعمل عندك تظلمه في مرتبه، تجحده في حقه، يسجد سجدة ويجأر إلى الله، يتدمر مستقبلك مع أبنائك في ليلة من الليالي. رفع الدعاء إلى الله فسجد تحت عرش الرحمن. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. من الإيذاء إذا للخدم تكليفهم ما لا يطيقون أو التنكيل عليهم. وبعضنا إذا أتاه الخادم يعتقد أنه يملكه. يا أخي الحبيب، إنسان ينبغي أن تحترم آدميته وإنسانيته وأن لا يكلف بما لا يطيق. وبعض النساء من غيرتها من خادمتها تكدر عليها، خايفة الزوج ينظر إليها. طيب ليه تدخلين الخادمة للبيت؟ إذا أنت خايفة من سلوك الزوج، ليس علاجه أن تكدري على هالمسكينة وتقول مالت عليها مهم زينة. من قال لك زينة ولا شينة؟ أنت أدخلتيها البيت، إذا تحملي وإلا أخرجيها. مع أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية والخادمة منها حرام وكبيرة، لكن أيضا ظلم المرأة هذه إيذاء لا يجوز. الصورة 10 أو 9 من صور الإيذاء إيذاء الأبناء. فهل ممكن أن أبا يؤذي أبناءه؟ إي والله.
هل يملك الأب أن يؤدب ابنه بما شاء، وأن يضربه متى شاء، وأن يركله متى شاء، وأن يشتمه متى شاء؟ لا والله لا يملك، والله ما تملك. ولا تضربه متى شئت، ولو زدت في الضرب حدا زائدا لأثمت أمام الله. والله لو تضربه حتى تؤذيه بالضرب كدمات وآلام وتورمات واخضرار في العين وزرقة في البدن، هذه كبيرة. البعض من الآباء إذا غضب جعل بيته عياذا بالله موقدا من مواقد النار، يضرب الابن ضربا، يضرب المرأة ضربا، كبائر. هذا إيذاء وليس لك أن تؤذيه. وهذا الإيذاء حتى بعضنا يظن أنه يملك بدن زوجته وبدن ابنه، هذا لا نملكه. الحبيب أمرنا أن نضرب الابن لشيء واحد فقط، واضربوهم أي عن الصلاة، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 فقط. غير الصلاة نعم قد أضرب تأديبا، لكن تأديبا للتنبيه، أضربه بعود السواك، بأطراف الأنامل على عاتقه، لكن ليس بالعقال واللي وسلك المكوى والعجرة والركل والضرب واللعن والشتم. هذا التي خرجت لنا جيلا مشوها، بعضهم إذا نظر إلى أبيه ارتأتأ وفأفأ وارتبك. هذا أب، هذا أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ ولذلك هذا من الإيذاء المحرم. ويدخل في هذا إيذاء المعلم لطلابه، الإيذاء اللفظي، شتمهم، الإيذاء بسلبهم حقهم في الدرجات، الإيذاء بالضرب والتأديب الزائد عن الحد الشرعي، كل ذلك من الإيذاء. وعلى المؤمن أن يتقي الله جل وعلا فلا يؤذي مؤمنا. في ختام معاشر الأحباب، في ختام هذا اللقاء رسائل. الرسالة أيها الأحباب الأولى، وبقي إيذاء وهو من أهمها، كدت أن أنساه، صورة 11، إيذاء الزوجة لزوجها. وأحيانا قد تؤذي المرأة زوجها، وذلك بماذا؟ بعدم إعفافه، أو بعدم تهيئة البيت بالسكينة له، تكون غير مرتبة في بيتها، كثيرة الخروج عن أبنائها، ولاجة خراجة، إذا دعاها إلى فراشه أبت من غير سبب. ولاحظ أن أقول من غير سبب، أما إذا كان بسبب شرعي كمرض ونحوه فلا حرج. ثم تؤذيه، ويعيش بعض الأزواج يفكر في الحرام أحيانا وهو متزوج، وسبب ذلك أنه إذا أراد الإعفاف شرعا ما وجد إلى ذلك طريق. وهذا كبيرة وجريرة وجريمة في حق الرجل من زوجته، خاصة في الإعفاف وما بعده. لما؟ لأن الرجل قد يجد الطعام خارج البيت، وقد يغسل ثوبه خارج البيت، وقد ينام خارج البيت، إلا الإعفاف فلن يجده إلا في البيت. فإذا حرمته كأنها تدعوه إلى فعل الحرام، ولذلك لعنها ربها والملائكة معه. ولذلك تحذر المؤمن، خاصة إذا كان الزوج صالحا قد قام بحقوقه الشرعية وبحقوقه في النفقة، ثم آذته. اسمعي أيتها المؤمنة هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. تدعو عليها، زوجة من حور الطين آذته، حور العين تدعو عليها لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ولذلك تحذر المرأة المؤمنة. طبعا بعض الرجال انبسط ابتسم، يا شيخ فرصة أنك تنصرنا، هذا نص الحديث. لكن اعلم أن التي تقول حور الجنة قاتلك الله هو الرجل المؤمن التقي الذي صبر على إيذاء زوجته واحتسب، ولا زال يحسن إليها مع إساءتها إليه.
نقول لها: خصيمك ملائكة الرحمن وحور الجنان إن آذيت عبدا صالحا تقيا. ما قصر، وتجد بعضهم عفيف وتقي، وإذا رأته أخلاقه عالية استغلت هذا الخلق الحسن فباتت تظلمه ولا تعطيه حقه، وتخرج من بيته بغير إذنه وتتلف ماله. هذه مؤذية، وإيذاؤها للزوج خطورته غضب الله جل وعلا عليها. مع حرمة الإيذاء أدعو الجميع إلى أن يصبر على أذى المؤمنين، فإذا آذاك إخوانك أو جيرانك أو أرحامك أو أي من تخالطه فاصبر على ذلك وادعو الله لهم، واسأل الله أن يجعل صبرك رافعا لمنازلك. شكر الله لكم معاشر الأحبة هذا الاجتماع وهذا الحضور، وحان وقت الأذان. حرم الله جباهكم عن النار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.